فيديو النهارده هكلمك عن التحديث الجديد وهكلمك عن التسريبات الاوليه اللي هتكون موجوده في التحديث. فيلا بينا ندخل على طول على الفيديو. بس في الاول حابب اقول لك ان كل يوم الساعه 11 بيكون معانا فايز او اكتر في الرابط الموجود في اسفل الفيديو. انا نفسي مره واحده بس تدخل بنفسك وتشوف، تعال على نفسك مره واحده الساعه 11 خش وشوف بنفسك ايه اللي بيحصل. كل يوم بيكون معانا فايز او اكتر، فبتمنى ان انت تشاركنا وتكون انت اللي فايز المره دي. ما تنساش تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس وتاكد على الكل وتكتب كومنت تشجيعي، وكل الناس اللي بتشوف الساعه 11 بيحصل ايه تنزل تحت وتكتب كومنت وتاكد للناس اللي ما بتشوفش عشان تدخل وتشوف معانا. يا جدعان عاوز كل الناس تكون كسبانه وعاوز كل الناس تكون معانا في الجروب. فيلا بينا دلوقتي ندخل على الفيديو. يلا بينا يا شباب. طب يا رجاله انا عاوز اقول لك في الاول كده في 4 تغيرات و4 اضافات هتكون موجوده في اللعبه، وتعالوا نتكلم مع بعض على التغيرات. اول حاجه انت هتلاحظها ان التحديث نازل فيرجن 5.2.0. طالما قال لك 0.2 يعني غير كده الفيرجن الاصدار الثاني ده اللي هي الخانه الثانيه دي، معنى كده ان هيكون ده تحديث كبير، فجاهز كده مساحه كبيره. وتعالوا ندخل بقى على الاضافات واكلمك اول اضافه تكون موجوده معانا في اللعبه. اول حاجه كده صاحبي ده بالشكل اكيد رسميا هيكون موجود لعيبه جديده في حدث ضربات الجزاء، عشان زي ما انت شايف احنا كلنا خلصنا اغلبيه اللعيبه او ممكن نكون خلصناهم كلهم، يعني زي حالاتي كده ناقص اللاعب وانت ممكن تكون جبت اللعيبه كلها. فدي حاجه اكيده ان هيكون معانا لعيبه في حدث ضربات الجزاء. حاجه هيكون معانا اضافات جديده في اللعبه، زي مثلا اول ما نزلت 26 نزلوا حاجه جديده اللي هي اللينك اب، فهيكون برضو في حاجه كده قريبه ليها تكون موجوده في اللعبه. يعني ممكن يغيروا شكل الخطه ما تبقاش بالمنظر ده، هيكون الكروت كلها ظاهره، هتكون قريبه من لعبه فيفا، يعني شكل الخطه كده هيتغير. لازم هيغيروا اي حاجه او اي اضافه لازم هتضاف في الحدث ده في التحديث ده، فاكيد هيكون في اضافه جديده من الناحيه دي. بالنسبه بقى للاضافه الثالثه اللي هكلمك عليها، اضافه في الجيم بلاي. طبعا زي ما انتم عارفين اي تحديث كبير لازم اللعبه تلعب في الجيم بلاي وتعك كده، يا اما تبوظ بقى زي ما بوظت بدايه 26 موضوع السرو لوب كده والدفاع بقى خربان، ممكن تخليه نفس الكلام، او ممكن تصلح مشكله السرو لوب وتصلح موضوع الدفاع اللي بقى ناس كتير تشتكي منه. كمان هنتكلم على احتفاليه برشلونه اللي ناس كتير مستنيها يوم الخميس. انا حاسس بنسبه كبيره انها مش هتنزل، عشان هنا كونامي نزلت يعني علم برشلونه الشعار بتاعها مع باكج، فلو كانت عاوزه تعمل احتفاليه كانت عبرت او قالت او في اي حاجه، لكن ما اعتقدش انها هينزل احتفاليه خاصه ببرشلونه. بس طبعا هي معتاد انها لازم تنزل حاجه لبرشلونه عشان ده الشريك الرسمي ليها، فده كله هنعرفه برضو يوم الخميس. بس المتاكد منه ان هيكون معانا باكج اسطوري نازل يوم الخميس، ده هيكون موجود، واحتمال يكون في اضافه سكيله جديده مع الباكج زي سكيله الويل باور اللي نزلت مع ابراهيموفيتش، فاحتمال هيكون باكج قوي. هل يا ترى الباكج انت متوقع هيكون 250 لاعب ولا 150؟ ده منتظر تكتبوا لي في الكومنت. وطبعا هيكون معانا لعيبه جديده وباكجات جديده هنا. طبعا التسريبات هتكون موجوده اكتر بكره وهنقدر نتكلم عنها بشكل اوضح عشان كلنا تبدا تسرب عن اللاعب والباكج اللي هيكون موجود. بس كده هي كانت حلقتنا على السريع، وما تنساش تدخل معانا كل يوم الساعه 11 في الجروب الموجود في اسفل الفيديو.